السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبي طلبه وطلبات الصف الاول الاعدادي، اهلا بكم حبايبي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده عن حال تيست اختبار مهم جدا على يونت 3. عايزاك تركز معايا كويس قوي، تكبروا الشاشه، تعلوا الجوده عشان تشوف كويس. ولو انتوا اول مره تشوفنا وحابب تتابعنا ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، تفعل زر الجرس على الاول عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناه، وكمان دعما لينا ما تنساش اللايك. ويلا بينا نبتدي على طول. اول سؤال معايا سؤال listening، سؤال الاستماع. حاول ان انت تقرا الاسئله دي مع نفسك كده علشان لما اقرا عليك نص الاستماع تكون مركز مع الاجابه. فركزوا معايا كويس. بيقول لي ايه؟ My friend's name is أشرف. He is a famous tennis player. When he was 11 he had a terrible accident and lost one of his legs. Now he plays tennis in a chair. نشوف بقى الاسئله. بيقول لي نمبر 1 who is your friend؟ اسم صديقك ايه؟ اكيد أشرف. نمبر 2 how old was he when he had an accident؟ كان عنده كام سنة لما عمل الحادثة؟ كان عنده 11 years old. نمبر 3 which sport does he play؟ بيلعب ايه؟ اي رياضة اللي بيلعبها؟ طبعا تنس. نمبر 4 how does he play tennis؟ كان بيلعبها ازاي؟ in a chair. نيجي بقى للسؤال اللي بعد كده. complete the following dialogue بين سامي واحمد. سامي بيقول ايه؟ good morning، صباح الخير. how are you؟ كيف حالك؟ احمد قال له good morning I'm fine thanks. فسامي سأله سؤال، قال له ايه is your favorite sports star؟ فاحمد قال له محمد صلاح. يبقى هو كان بيسأله ايه؟ من هو نجمك المفضل؟ يبقى who is your favorite sports star. فسامي قال له what sport does he play؟ يعني ايه هي الرياضة اللي بيلعبها؟ فاحمد قال له هي ايه؟ فوتبول. طبعا هقول plays، مضارع بسيط present simple. ليه؟ لان هو قال لي في السؤال هنا does، يبقى ده present simple. يبقى اضيف للفيرب على طول اس لان الفاعل هنا مفرد اللي هو هي. فسامي قال له what does he ايه؟ فاحمد قال له he has got curly ايه. يبقى what does he look like؟ يعني هو بيشبه ايه؟ لما باجي اسال عن الappearance المظهر بقول ايه؟ what does he look like؟ فاحمد قال له he has got curly ايه اللي بيبقى curly؟ طبعا hair. he has got curly hair، هو عنده شعر curly. فسامي قال له does he ايه؟ goals. فاحمد قال له yes he scores a lot of goals. ايوه هو بيحقق الكثير من الاهداف او اهداف كثيره. يبقى هو كان بيساله بيقول له ايه؟ does he score a lot of goals؟ وطبعا هنجيب score من غير اس لان does بيجي بعدها الفيرب في المصدر، فاقول does he score a lot of goals. نيجي بقى لسؤال الباسج، سؤال القطعه. بيقول لي read the following then answer the question. I am a student in the third year at prep school. يعني أنا طالب في السنة الثالثة في المدرسة الإعدادية. My school is clean and beautiful. يعني المدرسة بتاعتي نظيفة وجميلة. It's the biggest one in the town. يعني هي أكبر مدرسة في المدينة. I like it very much for many reasons. يعني أنا بحبها كتير قوي لعدة أسباب. First I am lucky to have a good teacher. يعني أنا محظوظ إن أنا عندي مدرسين كويسين. Especially the teachers of English. خاصة مدرسين الإنجليش. Second ثانيا I can practice my hobby in my school such as drawing. يعني أنا بقدر أمارس الهواية بتاعتي في مدرستي زي الرسم free reading والقراءة الحرة in its big library في مكتبتها الكبيرة playing music and playing football وكمان بلعب موسيقى ولعب كرة القدم. Third ثالثا I and all students أنا وكل الطلاب can learn how to use the computer and the internet. نستطيع إن احنا نتعلم إزاي نستخدم الكمبيوتر والإنترنت. My school day starts at 8 o'clock. يعني اليوم بتاع المدرسة بيبتدي الساعة 8 in the morning and ends at 2 o'clock in the afternoon. الساعة 2 بعد الظهيرة. Students don't go to school on Friday and Saturday every week. يعني مش بيروحوا المدرسة يوم الجمعة ويوم السبت من كل أسبوع. In short باختصار I am very proud of my school. يعني أنا فخور جدا بالمدرسة بتاعتي and there is no one proud of this school more than me. وما فيش حد بيفتخر بالمدرسة دي أكتر مني. نشوف بقى الأسئلة. بيقول لي answer the following question. number 1 why does the writer consider himself lucky؟ ليه الكاتب اعتبر نفسه إنه هو محظوظ؟ قال لي هنا في السطر الثاني والثالث I am lucky to have good teachers especially the teachers of English. يبقى هقول because he has good teachers لأنه هو عنده مدرسين كويسين especially the teachers of English. Number 2 what are the hobbies that the writer can practice in his school؟ ايه هي الهوايات اللي الكاتب كان بيمارسها في مدرسته؟ قايل لي في السطر الثالث I can practice my hobby in my school such as drawing, free reading, playing music and playing football. Number 3 what does the underline word at refer to؟ اللي هي it's the biggest one in the town.
طبعا it هنا عايدة على the school المدرسة، لأن هو قال لي my school is clean and beautiful، مدرستي نظيفة وجميلة. it's the biggest one in the town، يعني هي أكبر مدرسة أو أكبر واحدة في المدينة، يبقى عايدة على the school. بعد كده بيقول choose the correct answer from A, B, C or D. number 1 the writer's school is A. مدرسة الكاتب كانت مدرسة ايه؟ طبعا prep school، مدرسة إعدادية. number 5 بيقول لي ايه the writer and all students spend 8 hours at school every day، يعني الرايتر الكاتب وكل الطلاب كانوا بيقضوا كام ساعة في المدرسة. هي المدرسة بتاعته كانت بتبتدي من الساعة كام؟ starts at 8 o'clock in the morning and ends at 2 o'clock، يعني من الساعة 8 للساعة 2 يبقى كام ساعة؟ 6 hours، 6 ساعات. number 6 students go to school، يعني الطلاب كانوا بيروحوا المدرسة space فراغ days every week، كانوا بيروحوا المدرسة كام يوم في الأسبوع؟ طبعا they don't go to school on Friday and Saturday every week، يعني ما كانوش بيروحوا المدرسة يوم الجمعة ويوم السبت، يبقى بيروحوا كام يوم؟ 5 days، 5 أيام. question number 4 السؤال الرابع بيقول choose the correct answer from A, B, C or D. number 1 the first A space فراغ on Monday morning is science، يعني أول A من صباح يوم الاثنين هو العلوم. the first class أول كوب، ولا the first lesson أول درس، ولا class room اللي هي الحجرة الدراسية أو الفصل يعني، ولا بودل زجاجة؟ لا طبعا lesson. أول درس في صباح يوم الاثنين هو العلوم. number 2 what's your favorite A in this story؟ فقال له أليس ادفنتشر مغامرة، ولا كاركتر شخصية، ولا ايفنت حدث، ولا اكتر ممثل. طالما ستوري في قصة تبقى على طول ايه؟ كاركتر شخصية. number 3 a baby bird is very ايه it can't fly for many days، يعني لا يستطيع ان هو يطير لايه؟ ايام كثيرة، يبقى هو ايه؟ weak ضعيف، ولا poor فقير، ولا rich غني، ولا strong قوي؟ طبعا weak ضعيف. number 4 احمد has a hair it isn't straight، يعني مش مستقيم، يبقى ايه؟ بلاند اشقر، ولا كيرلي، ولا لونج طويل، ولا شورت قصير؟ لا طبعا كيرلي هو اللي مش مستقيم، نوت ستريت. number 5 محمد صلاح plays for a professional A in Europe، بيلعب في ايه احترافي in Europe؟ ليدر قائد، ولا جروب مجموعة، ولا تيم فريق، ولا ستاف هيئة؟ لا طبعا كان professional team، يعني فريق احترافي. كلمة ستاف يعني طاقم أو هيئة، ممكن تنطقها ستاف as American، في الأمريكان بيقولها ستاف، وبريتش بيقولها ستاف. number 6 I admire the A of دكتور مجدي يعقوب، يعني أنا معجب بإيه في دكتور مجدي يعقوب؟ person شخص، personality شخصية، personal شخصي ودي adjective، أما personally يعني شخصيا وده adverb. يبقى إيه؟ أنا معجب بإيه؟ أكيد بشخصية دكتور مجدي يعقوب، يبقى personality of دكتور مجدي يعقوب. number 7 A أو N سبيس فراغ person takes a good decision، مين الشخص اللي بياخد قرارات جيدة أو قرارات كويسة؟ stupid غبي، ولا angry غضبان، ولا funny مضحك أو مسلي، ولا sensible اللي هو الشخص العاقل أو المنطقي؟ طبعا sensible person الشخص العاقل أو المنطقي هو اللي ايه؟ takes good decisions اللي بياخد قرارات جيدة. number 8 سبيس فراغ سميرة ازداد got a beard، يعني له لحية، فهتبقى ايه؟ do ولا has ولا does ولا have؟ طبعا عندي got ده ايه؟ present perfect tense، يعني زمن المضارع التام، يبقى على طول هتبقى have او has. عندي سميرة ازداد ده مفرد يبقى has got، يبقى has سميرة ازداد got a bird. number 9 نادر likes ايه very much؟ paint painting paints paint، طبعا like بيجي بعدها الفيرب مضاف له ing فهتبقى painting. number 10 منى drive a car do has can is، طبعا ما تنفعش has لان has بيجي بعدها التصريف الثالث للفعل، ودرايف هنا في المصدر، واز برضو ما تنفعش لان از هيجي بعدها الفيرب مضاف له ing، يبقى كان منى درايف a car، هل تستطيع منى ان تقود السيارة؟ كان بيجي بعدها الفيرب في المصدر. تعالوا كمان نشوف السؤال ده، بيقول لي choose the correct answer from A, B, C or D. number 1 شيماء has got a hair tall fat long sad، طبعا long hair شعره طويل. number 2 she is a she always has a big smile، دايما عندها ضحكة كبيرة، تبقى هي ايه؟ scary مخيفة، friendly ودود، ولا boring مملة، ولا frightened مخيف؟ طبعا friendly اللي هي ودودة أو لطيفة يعني. number 3 سامي and عمر a got the same father، عندهم نفس الأب. has hasn't have are، طبعا have got لأن سامي and عمر ده جمع تبقى have. number 4 after my homework I like reading a book، بعد ما بعمل الواجب بتاعي أنا بحب إيه؟ أقرأ كتاب، يبقى إيه؟
eating ولا making ولا doing ولا going؟ لا طبعا doing my homework، يعني أقوم بالواجب بتاعي أو أعمل الواجب بتاعي. نمبر 5 A بيقول إيه is it، فبي قال له it's سليم، يعني اسمه سليم، يبقى هو كان بيقول له ده مين. where who when how، طبعا who is it، من هذا. نمبر 6 محمد صلاح كان ايه many goals scoring scores score scored، طبعا كان بيجي بعدها الفيرب في المصدر فهتبقى score من غير اي اضافات. نمبر 7 A space فراغ person is happy to do something dangerous، الشخص اللي بيكون سعيد وهو بيعمل اشياء خطرة بيبقى ايه sensible اللي هو شخص عاقل، ولا brave شجاع، ولا busy مشغول، ولا scary مخيف؟ لا طبعا brave شجاع. نمبر 8 سالس favorite hobbies، يعني هوايات سالي المفضلة are reading space فراغ singing and so because but، طبعا reading and singing يعني القراءة والأغاني. نمبر 9 I enjoy a video games play plays playing played، طبعا enjoy بيجي بعدها ايه الفيرب مضاف له ing تبقى playing. نمبر 10 how space فراغ is the Cairo tower long strong tall fast it's 187 meters، طبعا ده بيسأل عن الطول. طيب التاور ده اسأل how tall ولا how long؟ طبعا how tall. لما باجي اسأل عن الطول لما بيكون رأسي لفوق كده فبقول how tall، اما لو كان افقي اقول how long، زي مثلا how long street، ما طول الشارع، لانه الطول هنا افقي، اما تاور الطول رأسي فاقول على طول ايه how tall. السؤال اللي بعد كده بيقول لي read and correct the underline words. نمبر 1 بيقول لي مي has got curly hair، بيقول لي صحح لي get، طبعا get ما تنفعش هتبقى got لان has بيجي بعدها التصريف الثالث للفعل وده بيبقى ايه present perfect tense مضارع تام، فالتصريف الثالث من get got. نمبر 2 داليا can carry this box she is weak، هي ضعيفة، طالما هي ضعيفة تستطيع انها تحمل هذا الصندوق ولا لا؟ طبعا can't لا تستطيع. نمبر 3 have he got any brothers، طبعا he ما تنفعش معاه have تبقى has he got any brothers، لان have بتيجي مع ضمير الفعل او الفاعل الجمع وhas بتيجي مع ضمير الفعل او الفاعل المفرد. نمبر 4 we had a lot of funny in the party، طبعا ما تنفعش funny لان funny هنا adjective واحنا عايزين noun فهنقول a lot of fun. واخر سؤال معانا سؤال الباراجراف عن ماي فيفورت سبورت ستار، نجمك الرياضي المفضل، هتكتب فيه زي ما انت عايز محمد صلاح او غيره. وبكده يكون فيديو النهارده انتهى، اتمنى تكونوا استفدتوا، ما تنسوش تدعمونا باللايك، كمان لو حابب تتابعنا اكتر ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس على الاول عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ينزل على القناه. اشوفكم الفيديوهات القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.